قال المؤلف في مقدمة هذا الكتاب عبارة تفيض عذوبة، وعبارة تبين ما وراء هذه الصفحة من صفحات جميلة. قال: اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الحب وأعمقه، فأخرج لنا مؤلف في مواقف من حياة هؤلاء الرجال الذين أنقذوا الإنسانية كان فيها الكثير من القدوة والعظة والعبرة. كتاب صور من حياة الصحابة للمؤلف الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا. يتميز هذا الكتاب بلغته الأدبية العالية وبسعة اطلاع مؤلفه، وأنه تناول حياة الصحابة رضوان الله عليهم. لم يتناول حياة صحابي من ميلاده إلى وفاته، لا، كان يأخذ كل صحابي ويذكر أهم المواقف في حياته ويخرجها لنا على شكل قصة جميلة مشوقة فيها عبر وفيها عظات وفيها قدوات. كتاب رائع جدا لا تمله ولا تكلم. المؤلف هو الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا، كان معلم للغة العربية في دمشق، ثم صار موجه نفس ما نقول بالكويت، ويسمونه هناك مفتش على الأساتذة، ثم درس الدراسات العليا إلى أن حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وعمل في المملكة العربية السعودية، وكان له إضافات أدبية وإضافات علمية، وأشرف على الكثير من الرسائل. ذكر في كتابه هذا قصص أكثر من 100 صحابي، والكتاب عبارة عن مجلدين، ولم يرتبه ترتيب معين، يعني مو من الأقدم إلى الأحدث ولا ترتيب هجائي، لا، رتبه الترتيب الذي يتوافق معه. وميزة هذا الكتاب أنه سهل المعاني وحلو المعاني، يعني أسلوب صاحبه فعلا سماه صور من حياة الصحابة، كأنك تنظر إلى صورة، كأنك تعيش الموقف معهم، فتأتي إلى الفقرات التي يتكلم فيها عن أحداث سعيدة وأحداث مفرحة فتفرح، ويأتي فيذكر أحداث محزنة وأحداث فتحزن وربما تنهمر منك الدموع. الكتاب هذا يجب ويفترض أن يكون موجود في كل مكتبة، وخصوصا للشباب، لأن الشباب يبحثون عن القدوات، وهؤلاء هم من اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم من فتحوا العالم وأنقذوا البشرية، ولم يكونوا يريدوا من فتحهم للبلدان إلا نشر الإسلام، ولم يكونوا يريدون الدنيا، لأنهم كانوا يحبون الموت أكثر مما يحبون الحياة. من القصص الكثيرة التي تناولها الكاتب في هذا الكتاب سنأخذ قصة صحابي سعيد بن عامر الجمحي. هذا الصحابي كان في مكة ولم يسلم إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة بدر كانت قريش وأهل مكة يبحثون عن الثار من محمد وأصحابه، فقبض عن طريق الغدر على بعض الصحابة منهم خبيب بن عدي، وجاءوا به إلى مكة، وجو أهل مكة بيأخذون الثار من هذا الرجل، يبون يقطعونه تقطيع، فأخذوه إلى ساحة اسمها التنعيم، والنساء والرجال والأطفال والكل يشتمه، وخذوا بثأرنا خذوا بثأر قتلانا. فخبيب بن عدي كان ينظر له، اللي راح نقول قصته اللي هو سعيد بن عامر الجمحي، ينظر إلى خبيب وهو يساق إلى الموت، وخبيب ثابت ساكن مطمئن، فنظر إلى كبار قريش وقال لهم: إن تركتموني أصلي ركعتين فافعلوا، يعني إذا تبوني أصلي ركعتين قبل لا تعدموني خلوني. فتوجه إلى القبلة وكبر وصلى ركعتين ولم يطل فيهما، وقال بعد ما انتهى من صلاته قال: خشيت أن أطيل فيها فتقولون أني جزعت من الموت. ما أصبره وما أقواه. لا ينظرون للدنيا شيء، هم يريدون من الدنيا أن يوصلوا الرسالة وينشروا هذا الدين، فأخذوا ثمار الدنيا وثمار الآخرة. سعيد بن عامر ينظر إلى هذا المشهد أمامه.
فيسألون خبيب بن عدي قبل أن يعدمونه: أتود أن تكون سالما معافى عند أهلك ومحمد مكانك؟ فقال خبيب كلمة تبين حب الصحابة لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا أحب أن أكون عند أهلي سالما معافى ويشاك محمد بشوكة. يقول شوكة ما أبي النبي عليه الصلاة والسلام يشاك فيها، قطعوني هني ولا يشاك النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. أقعد عند أهلي متعافي ومحمد عليه الصلاة والسلام يشاك بشوكة؟ لا، أنا ما بغيت محمد عليه الصلاة والسلام تؤذي هذه الشوكة، فما بالكم الموت. فقطع وسعيد بن عامر ينظر إلى هذا المشهد المؤلم. بعد ذلك أسلم سعيد بن عامر وحسن إسلامه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، وكان مقرب من الصديق ومن عمر بن الخطاب. فلما جاءت خلافة عمر بن الخطاب جاء لعمر بن الخطاب وقال: يا عمر، لا تخشى الناس في الله، ولكن اخشى الله في الناس، واعدل ولا تخف من الناس. عمر بن الخطاب لما جاءه سعيد بن عامر وقال له هذا الكلام قال: إذن ستكون عونا لي في هذا الأمر وتكون والي حمص. قال: يا عمر، ناشدتك الله لا تفتني. قال: أو تقدموني لهذا الأمر وتتركوني لوحدي؟ فلا أتركك، أنت والي لحمص. أهل حمص طالعين ينطرون الوالي الجديد يأتيهم، وقالوا لهم إنه صحابي وإن سعيد بن عامر اسمه. فجاءهم رجل على حمار ومعه امرأته، فقالوا له: من أين أتيت؟ قال: أتيت من المدينة. قالوا: ألم ترى والينا الجديد سعيد بن عامر الجمحي في طريقك؟ قال: أنا سعيد بن عامر الجمحي. فانذهل أهل حمص: ما هذا الرجل؟ هل هذا والينا الجديد؟ وين الأبهة وين العظمة؟ والينا الجديد يعني ما يبي شيء من الدنيا. فسار بهم سيرة حسنة. جاءت أسماء الفقراء من أهل حمص لعمر بن الخطاب، فإذا اسم سعيد بن عامر الجمحي معهم. فتعجب عمر بن الخطاب، قال: هذا واليكم؟ قالوا: هو أفقرنا. فأمر عمر بن الخطاب ب1000 دينار لسعيد بن عامر. فلما جاءت 1000 دينار لسعيد بن عامر قال: دخلت الدنيا علينا، ففرقها بين الفقراء ولم يأخذ منها شيئا. عمر بن الخطاب كان من عادته يجمع الوالي مع أهل البلد اللي هو حاكمهم ويقول لهم: شنو تشوفون على هذا الوالي؟ فجمع سعيد بن عامر وأهل حمص، قال: ماذا ترون بهذا الرجل؟ وأهل حمص كانوا أهل شكوى، كانوا يسمونها الكويفة. أهل الكوفة يشتكون واجد، وأهل حمص سموها الكويفة لكثرة شكاويهم أيضا. قالوا: نرى عليه 4 أمور، أولها لا يجيب على أحد بالليل. فسأله عمر: لماذا لا تجيب على أحد بالليل؟ قال: ما أردت أن أقول، ولكن في مثل هذا الموقف أنا أجبرت، أنا جعلت نهاري لهم وليلي لله سبحانه وتعالى، أقوم الليل. قال عمر: الثانية؟ قالوا: الثانية هذا الرجل لا يخرج لنا، يعني يصلي معنا الفجر بس ما يأتينا إلا إذا طلع النهار، يعني يتأخر شوية بطلعته. فسأله عمر: ما السبب في ذلك؟ قال: إن ليس لي خادم، وأنا أقوم بعمل أهلي، فأعجن العجين وأخبز الخبز ثم أخرج، وهذا اللي أخرني. فنظر إليه عمر متعجب، قال: وماذا ترون أيضا عليه؟ قالوا: ننظر عليه أنه في يوم من الشهر لا يخرج علينا. فقال عمر لسعيد: ما ذاك؟ قال: ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أغسله مرة في الشهر فيكون مبلل فلا أستطيع الخروج له. قال: وما ترون أيضا عليه؟ قالوا: تأخذه رعشة أو رجفة أو يعني يغشى عليه. فسأل عمر: ما السبب في ذلك؟ قال: رأيت خبيب بن عدي يقطع أمامي في مكة ولم أنصره، فكلما تذكرت ذاك الموقف خفت على نفسي. فقال عمر: لله درك. وتعجب أهل حمص من سيرة هذا الرجل الذي أراد الآخرة وسار بأهل حمص سيرة حسنة. هذا قصة صحابي من قصص لمئات الصحابة تناولها الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا في هذا المؤلف. أنصحكم نصيحة أن تقرؤونه.